ألذ وأطيب مقبلات وبنفس الوقت وجبة رئيسية. طبقنا لليوم هو المسخن الفلسطيني. تفضلوا معي لنشوف كل التفاصيل. عندي 700 جرام من صدور الدجاج الفيليه، رح نزلهم بالمي لحتى اسلقهم. حلاوة هي الأكلة انه تنشغل كلها مع بعضها. في عالم بيقولوا لكم انه هي الأكلة بتنطبخ الدجاج لحال من قليه تقلايه وبنشتغل البصل لحال، وفي عالم بيقولوا لكم لا انه بنسلق الدجاج بنسله وبنكمل شغلنا فيه. انا من الجماعه اللي بيعشقوا هي الاكله لما ننسل الدجاج تنسيل. فوق الدجاج رح نزل حبه بصل كامله، ورح نزل ورقتين غار، وبدي معهم كم حبه هيل. هلا بنسلق الدجاج لحتى يستوي، وبعد هيك بنشتغل انا وياكم بالتفصيل اللي بدنا اياه. الدجاج هلا عنا استوى، رح نطول الدجاجات تبعنا ونبلش شغلنا فيهم. المرقه لا تكبوها، خلوها، بتلزم لشوربه، بتلزم لشي اكله بتلاقوها جاهزه عندكم. هلا اللي رح نعمله رح نبلش ننسل الدجاج تنسيل، واللي هو بهالطريقه هي. فعليا هي اسهل طريقه ممكن تنسلوا فيها الدجاج وبسرعه ومن دون ما تحرقوا حالكم. وهلا الدجاج صار عنا جاهز، خلونا نروح على الغاز لنكمل شغلنا فيه. رح نبلش بتطبيق الدجاج على الغاز. اول شغله رح نعملها رح ناخذ كميه وفيره من الزيت، قد ما فيكم خذوا. انا تقريبا رح اخذ هون للكميه اللي عندي شي نص كاسه من الزيت. طبعا الزيت اللي استخدمته هو زيت الزيتون. رح نزل فوقيه هون كميه البصل اللي عندي. غالبا كميه البصل اللي بدنا نستخدمها لهي الاكله هي نفس كميه الدجاج اللي استخدمناها. انا اليوم قللت الكميه شوي بناء على الطلب عندي بالبيت، اما انتم فيكم تستخدموا كميه البصل نفسها كميه الدجاج. هلا البصل بدنا نتم نحركه لحتى يدبل عنا البصل، وبعد هيك بنشوف شو بدنا نعمل. السر الوحيد باكلتنا لليوم هو انه تكون نكهه السماق تبعنا صح. السماق ما بينضاف فوق الدجاج، السماق بينضاف فوق البصل وبيتحركوا مع بعضهم، وبعدين بنضيف الدجاج عليهم. وهلا بننزل فوق البصل والسماق كميه الدجاج اللي عنا، وفوقيهم مباشره رح ناخذ كميه الملح وكميه الفلفل اللي بدنا اياها لهي الاكله. وهلا بنعمل لهم تحريكه مع بعض. بس تسبك معنا الدجاج مع البصل والسماق، هلا بنطفي الغاز وبنروح لنكمل شغلنا. اول شغله رح نعملها رح ناخذ لنا شويه زيت زيتون ندهن فيهم الصينيه اللي بدنا نحط فيها رول المسخن تبعنا. جماعه تركيا الغوالي، خبز اليوفكا بتعرفوه، موجود بالبيم، موجود بالايوزبير، موجود بكل الماركتات التركيه. حنجيب منه ونشتغل فيه. هلا اول شغله رح نعملها رح نقسم الخبز تبع اليوفكا بالنص، وبنرجع بنرد هدلون على الكميه اللي عنا الثانيه. نفس الفكره كمان بنرجع بنقسمهم بالنص، وبنرجع بنرد هدلون لهي الجهه. بنرجع نفس الفكره. هيك صارت الكميه اللي بدنا اياها جاهزه. هي الخبز صار عنا جاهز. شو اللي بدنا نعمله هلا؟ رح نجيب خليط الدجاج اللي عنا ونحط بهالمكان هاد، ونحاول نوزعهم شوي. هلا منردها مثل الساندويش ومنلف. الردة هي الأخيرة حتكون عنا إياها من تحت. وهلا بنبلش نصفه بالصينية تبعنا. نفس العملية منرد من على الجناب ومنلف السندويشة تبعنا. وهي من تحت. هلا كل شي بقيان عندي زيت هون بالطنجرة، رح اخده واستخدمه لادهن الرولات عندي. بدنا ندهنهم منيح، بدنا نتأكد انه داهنينهم منيح. اذا ما كفى الزيت اللي بالطنجرة بامكانكم تستخدموا زيت الزيتون العادي. بعد الزيت بس هيك رشة سماق، منه للشكل ومنه للنكهة. هلا صينيتنا حتفوت على الفرن، حنكون مشغلين الفرن بس من تحت لحتى يبلش ياخد لون من تحت، وقتها بنشغل الفرن من فوق ليرجع ياخد لون من فوق. رح اخذ معلقتين من الكاتشب، بس انتو لا تعبوا الدنيا مثل ما صار معي. ورح اخذ بعدهم معلقتين من المايونيز، وبدي تقريبا شي معلقة من الخردل، واخر مكون عنا اياه هو العسل، تقريبا بدي معلقة.
هي المكونات تبع الصوص تبعنا. هلا الصوص لحركه مع بعض وبصير بعد هيك جاهز. يا سلام يا سلام، وبهيك طبقنا لليوم بصير جاهز. بكل بساطة يا جماعة، أسرار هي الأكلة هي السماء، الزيت، البصل، هدلون اللي بيجيبوا لكم نكهة صح. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وألف هنا. سلام.